السلام عليكم. عايزة أتكلم معاكم النهاردة على كام نقطة كده تخص أولادنا. عايزين نعلم أولادنا بلاش يمشوا بالليل، بلاش ننزلهم في وقت متأخر، وبالأخص البنات. احنا طبعا عارفين الوضع اللي احنا فيه، وربنا يحفظ أولادنا جميعا. طيب ايه تاني نقطة؟ تاني نقطة، بلاش يمشوا في شوارع ضيقة. بلاش نخلوا أولادنا يمشوا في شوارع مش معروفة أو ضيقة، لأن ده طبعا بيبقى عرضة إن لا قدر الله ممكن أي حاجة غير لطيفة إنها تظهر لهم أكتر يعني. تالت نقطة ومهمة جدا، بلاش نخلي أولادنا يساعدوا حد وهم مش معانا. طول ما هم النقطة دي مهمة جدا. طول ما هم تحت رعايتنا ومسؤوليتنا، بلاش نخليهم يساعدوا حد كبير طلب منهم مساعدة، لأن دلوقتي بيستغلوا الوضع ده. يا ابني عديني، يا بنتي عديني، يا بنتي قريلي الورقة دي فيها ايه، يا بنتي هاتي حاجة لله. وبمجرد البنت او الطفل ما يقف بيحصل اللي ربنا ما يكتبه على حد. فطول ما هم معانا وتحت رعايتنا ما يعملوش حاجة لوحدهم. ولو احنا عايزين نحببهم او نخليهم يتعلموا ازاي يساعدوا وهم معانا، خد يا حبيبي روح ادي طنط دي، خد يا حبيبي ادي عمو ده، وهم معانا لحد طبعا لما ربنا يكرمهم ويبقوا مسؤولين عن نفسهم. تالت نقطة، صاحبه او صاحبتها لو قالت لها ما تقوليش حاجة لبابا أو ما تقوليش حاجة لماما، بالعكس المفروض أول حاجة الطفل أو البنت أو الابن يعملها إن هو يروح يحكي لوالده ووالدته. والأم إحنا نعرفهم إن هم كده مش كويسين، أصحابهم مش كويسين. الصاحب اللي يطلب منك إن يقولك ما تقولش ده لباباك وما تقولش ده لمامتك، يبقى هو كده مش كويس، وكده بيأكد ان هو بيعمل حاجة غلط. لان مفيش حد لا هيحبك ولا هيحن عليك ولا هيخاف عليك قد ابوك وامك. نحاول نركز شوية مع اطفالنا في الكام نقطة دول. انا حبيت اشاركهم معاكم، وربنا يحفظ اولادنا جميعا يا رب.